السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير في اي وقت وفي كل مكان، واهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ سمسمه. انا ساميه صلاح ودي قناتي. ان شاء الله هنعمل النهارده عجينه تحفه، حاجه كده ولا اروع ولا اسهل، مكونات كلها بسيطه، ان شاء الله تكون موجوده عندكم في البيت، حتى لو مش موجوده هتشتروها. نقول بسم الله توكلنا على الله. هنخل الدقيق كويس قوي، حتى لو انا ضامنه ان هو متخزن كويس، وان هو مفيش فيه حاجه، وان هو يعني زي الفل. المهم الله يرحمك يا امي كانت تقول عيدوا عليه في المناخل حتى لو موجود في المكاحل. عيدوا عليه بالمناخل حتى لو موجود في المكاحل. حطيت الخميرة بتاعتي عشان تتخمر وتتفاعل، واحس انها كويسة واتأكد انها كويسة. وبعدين حطيتها في معلقتين سكر، وسبتها لما اتفعلت وبقت كويسة كده. وبعدين حطيتها على الدقيق، وحطيت نص كوباية من لبن البودرة، وحطيت رشة الملح. وهنا معايا معلقتين زبدة كبار وعليهم معلقتين زيت كبار، وهسيحهم وهبدأ أعجن بقى كويس قوي. العجن معانا يعني بيستمر حوالي 12 دقيقة، من 10 ل 12 دقيقة. العجن بالإيد طبعا مفيش أحسن من كده. ربنا يصلح لنا عندهم معجن، ربنا يكرمني واجيب عجان وبقول لكم ايه الفرق. المهم هنعجن كويس قوي، وهنبدأ نصب مية تدريجي. انا ما حطيتش، ما عايرتش، انا حطيت مية قد ايه للأسف. فهنحط مية تدريجي كده لغاية ما العجينة تلم معانا. وحطيت معلقة من الخل. المعلقة من الخل بتعمل يعني مكان المحسن، بتفتح العجينة معايا كده وتبقى زي الفل. عايزة العجينة بتاعتي تكون طرية، مش عايزاها جامدة. عايزة يعني طرية، مش بتلزق التلزيق اللي هو ما بيطلعش من الايدين ده. عايزاها تكون لينة كده. تمام. بعد ما عجنت شوية كويسين والعجينة بتاعتي معايا لينة، بحط معلقتين الزبدة على معلقتين الزيت بعد ما تسيحهم، يكون يعني فاترين خالص، يعني زي ما انتوا شايفين كده، يا دوبك الزبدة متسيحة. والم بيهم العجينة بتاعتي لما حلوة قوي. طبعا العجينة زي ما انتوا شايفين بتمط بس بتقطع، فضلت اعجن فيها لغاية ما بقت معايا زي الفل. بعد ما خلصت غطيت العجينة بتاعتي وهسيبها ترتاح عما نبدأ نجهز الصلصة. انا وانا بغطي اكتشفت ان انا نسيت تكة مهمة قوي، خدها من سامية. الفانيليا. يا نهار ابيض على الفانيليا مع المعجنات. حادق. ما تقوليش بقى ده انا هعمل عجينة حادقة، هعمل عجينة حلوة، لا هي تحفة. نخش معانا على صلصة البيتزا، الاسهل والاسرع والاحلى. فصين توم كده خدوا تشويحة بسيطة في معلقتين زبدة او معلقتين زيت، ونزلت عليهم بحوالي نص كيلو طماطم متصفيين. انا في العاده ما بصفيش الطماطم، بس لازم في صلصه البيتزا تتصفى، لا بذر ولا قشر. وهسيبهم مع بعضهم كده ياخدوا غلوتين ثلاثه، وابدا احط البهارات اللي ما فيش ابسط منها. معلقه ملح او نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، رشه خل، معلقه سكر، ومعلقه زعتر كبير. وقلبي وسيبيها تتسبك على نار هاديه، ومفيش احسن من كده ولا اسهل من كده. نخش بقى على البيتزا بتاعتنا اللي بسم الله ما شاء الله خلال نص ساعه كانت اتخمرت وزادت وفاضت، والحمد لله. جهزنا بقى التوبنج اللي هنحطه على البيتزا بتاعتنا. معايا ميكس جبن، موتزاريلا، شيدر، رومي، اي جبنه انت عايزه تحطيها ابدعي بقى. مثلثات، جبنه كريمي، والله كله بيمشي تحفه. معايا هنا فراخ عاملاها في بصل وطماطم، في بصل وفلفل وطماطم، ميه نص طماطمايه مشوحاها كده، وحطيت عليها حبه بهارات وملح، وبقت زي الفل. معايا فلفل متقطع، ومعايا زيتون اسود واخضر. كيلو العجين بتاعي ما شاء الله نزلته بحاله على الترابيزه، وهقطعه 4 قطع. انت تقدري تقطعيها التقطيعه اللي انت عايزاها. يعني ممكن تقطعيها 8، ممكن تقطعيها 10، ممكن تعمليها ميني بيتزا، ممكن تعمليهم 2. هناخدهم قطعة قطعة كده، قطعة قطعة. ونبدأ بقى ايه، نفرد العجينة بتاعتنا. في الأول خالص أنا فردت بإيدي، وبعد كده فردت بالنشابة أو العجلة أو زي ما انتوا عايزين تسموها. المهم فردتها فرد كويس، وبعدين نقلتها في الصينية. وبعدين حطيت الصلصة التحفة تحفة. يعني مش هتفرقي بينها وبين الجاهزة. على فكرة اللي شاف فيديوهاتي زمان اول ما كنت مبتدئة كده هتلاقيني كنت بحط كاتشب، كان تحفة. لو ما فيش الصلصة دي حط كاتشب، والله العظيم تحفة، بس حط عليه معلقة زعتر. وبعدين حطيت رشة حلوة قوي كده من ايه، من من ميكس الجبن.
حطي زيتون، حطي بصل، حطي طماطم، حطي اللي انت عايزاه. بس انا اكتفيت بالبصل والطماطم اللي موجود في الفراخ. فحطيت بعد ما حطيت الفلفل والزيتون حطيت الفراخ، وبكده اكتفيت. ورشيت رشة بسيطة من فوق، رشة جبن. طبعا الفرن بتاعنا درجة حرارة تقريبا 180 200، يعني درجة حرارة عالية عشان الخبز بيحتاج درجة حرارة عالية، بس هناخد بالنا. العجينة في الفرن ما بتاخدش وقت يا جماعة، يعني 10 دقايق ل12 دقيقة بتكون. طبعا انت تشوفي فرنك وتقلبي وتدوري الصينية وترفعي من تحت تشوفي درجة سواها قد ايه. انا عملت دي جبن بس، ميكس جبن بس، ما حطيتش عليها فراخ ولا لحمة ولا اي حاجة. كان في بقى كل انواع الجبنة اللي عندك حطيها. تمام. تمام. حطيت الصينية بتاعتنا في الفرن 10 دقايق. شايفين اللون من تحت تحفة. ممكن تحطي، انا حطاها من غير لا دقيق سميد ولا زيت ولا اي حاجة. لو حابة تحطي اي حاجة انت او مجربة وماشية معاكي زي الفل. خرجناها قطعناها. طبعا القطعة دي يعني انا بضغط بكل قوايا عشان اطلع قطع، فطلعت معايا بقى من غير مطة الايه، الجبنة. عشان يعني ايه ما تقولوش ده ما مطتش، لا مطت والله العظيم. بس زي ما انتم شايفين كده حطيناها في العلبة بتاعتها، لان ده كان اوردر والف هنا وعافية لاصحابه. عايزه اقول لكم والله كانت تحفه يا جماعه. العجينه دي تقدري تشكلي منها كل المعجنات. تعملي خليه نحله، تعملي، شايفين التخريم اللي هو بقى الخمران